السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا بستغرب جدا من اللي لسه ما فهمش المعادلة لحد النهاردة. إحنا للأسف بقينا بلد ترندات. يعني أي حد عاوز يشتهر أو عاوز يعمل أي حاجة بتلاقيه دخل على أي ترند موجود ويروح داخل رامي كلمتين وخلاص. يعني واحد مثلا داخل يقول في وسط المعمعة بتاعت اخواتنا، داخل يقول ايه: وجه كلامك لحكومتك، خلي حكومتك تروح تحارب، اخرج سلاحك، الكلام ده كله. والناس تمام جدا، هو عاوز ياخد الترند خلاص، اديهوله اديهوله. فالناس كلها اتفاعلت مع الموضوع وبقوا طالعين بيه النخلة. فجأة لقيناه بيعمل اعلان لشركة بتدعم المعلمين. عمال ايه ده يا سيدي؟ اللي يخلي الواحد اصلا يستغرب مش ان هو طالع يعمل حاجه زي كده، ان الناس طالعه زعلانه. ازاي تعمل حاجه زي كده؟ يا حبيبي ما تفهم اللعبه خلاص. ربنا كرمه مثلا وجاله اعلان زي كده بكام مليون، لا ما طز فيك وطز فيا وطز في الناس كلها، اهم حاجه مصلحته. ما تعولش على حد، يعني ما تقولش بقى هو ده معانا وده مش معانا، لا ده مع مصلحته. كل حد بيشوف مصلحته فين. في ناس ممكن تدوس بقى على مبادئها، تدوس على اي حاجة مقابل المصلحة. فانت بلاش ان انت تحط في دماغك ان ده مثلا خايف على مصلحتك او معاك في قضيتك او معاك في اي حاجة تخص حد فينا او الكلام ده كله. طب انت النهارده زعلان وشايل من الشخص ده مثلا، خلاص. ما تستناش بقى كل رمضان ولا كل موسم تقعد قدام الفطار، الطبق قدامك وبتاكل والتلفزيون مفتوح على مستني مسلسله ومستني فيلمه ادام انت زعلان منه. قوم نفسك انت الاول، وانا اقوم نفسي قبل ما هاجمه او قبل ما انا اتكلم انه زعلان منه. لا، انا ما زعلش منه، لان انا اصلا ما ينفعش ان انا استنى منه ان هو يدعمني في حاجه تخصني او تخص مصلحتي او تخص مثلا حد من اخواتنا. الناس دي مصلحتها اولا، والكلام ده كله ما ينطبقش عليه هو لوحده، الكلام ده كله ينطبق علينا كلنا. وكل اللي شايف ان دول قدوة، يا جماعة دول مش قدوة، دول مش قدوتنا. قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والناس المحترمة دي، اللي هو لو رجعت مثلا للسيرة بتاعتهم لا هيفيدك وهيفيدك جامد. وفعلا كان خايف على مصلحتنا، كان بيعمل كل حاجة عشان خاطرنا. ما كانوش بيعملوا اي حاجة من اللي عملوها عشاننا او الكتب اللي كتبوها او السيرة اللي سابوها لنا. ما كانوش بيعملوا الكلام ده كله عشانهم ولا عشان مجدهم ولا عشان الكلام ده، هم كانوا خايفين علينا احنا. فدول اللي نعتمد عليهم، هم دول فعلا القدوة. انما الناس اللي طالعه اللي يقول مثلا نمبر 1 ونمبر 2، نمبر 1 ونمبر 2 دول زمان كنا عارفين في المدرسه ان دول النمبر 1 ده بيبي والنمبر 2 ده طينه. النمبر 1 ده بيبي والنمبر 2 ده طينه. فبلاش يا جماعه الكلام ده، بلاش الكلام ده يا جماعه، الله يبارك لكم. وبس كده، انا خلصت النهارده كلامي، اتمنى اني ما اكونش طولت عليكم. انا اسمي احمد خالد، واتشرف جدا انكم تتابعوني.